السلام عليكم على شوكولاتاتي الحلوين اللي مشرفين وعند عائلة سيد وهبة منورين طبعا. وحشتوني جدا جدا. تعالوا النهارده بقى معانا الفيديو بتاعنا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت كان اوردر، بس اوردر اطعام وجبات يعني كده تتفرق لله. فتمام، ايه الوجبة؟ مكرونة وبانيه زي ما انتوا شفتوا. فتوكلنا على الله، نزلنا السوق على طول جبنا حاجتنا. فاخدتكم معايا كده جولة للسوق. طب ايه الحاجات اللي احنا جبناها؟ جبت حوالي 3 كيلو من البانيه، وجبت 2 كيلو ونص تقريبا من المكرونة، حبيت اعمل بزيادة يعني. وليمون بقى، حاجة السلطة عشان انا كنت عاملة سلطة مع المكرونة والبانيه. جبت الزيت، جبت اللهم صل على النبي البيض، كل حاجة اللي انتوا شايفينها كده قدامكم دي. دي كده كانت الحاجة بتاعة الوجبات. الوجبات دي عملت لي كام وجبة؟ اللهم صل على النبي، تقريبا فيما يعادل 30 وجبة بالظبط. دي كده كانت الحاجة بتاعة 30 وجبة. طبعا لو اول مره تشوفوني بس ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معايا هنا انا كنت عامله حوالي 5 بصلات كبار وبشراهم، ومعايا 3 ليمونات كده كبار مليانين ميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بدات ان انا اعصرهم كويس جدا على البصل. طبعا بحضر هنا تتبيله البانيه، وانا طبعا كنت حاطاه في محلول الملح بتاعه، غسلاه كويس جدا وحطيته في محلول ملح بخل بليمون لحد ما اعمل التتبيله بتاعته. عصرت كده الليمون بتاعي، وهبدأ بقى انا بهارات البانيه يا جماعه ما بكترش فيها يعني. عادي، بانيه يعتبر بتاع كل بيوتنا طبيعي جدا. ما بحبش افتكس كتير في البانيه بالذات، عشان هو بيبقى ليه طعم معين كده الواحد بيحبه. حطيت بقى الخل معايا هنا تقريبا من 5 معالق كده خل، اكتر حسب ما انت بتحبي. انا حطيت حوالي تقريبا 5 معالق كبار. والملح تقريبا 3 معالق كبار، تمام يعني مليانين. انا ما بعايرش لاني زي ما تقدروا تقولوا كده، عشان من كتر ما انا دايما في المطبخ وبعمل، فخلاص ايدي بقت عارفه انا بحط ايه. طبعا انت عايري طبيعي يعني. وبعتذر طبعا على الاضاءه ديت، عشان خاطر بس الرنج كان في وشي فكان مدي اضاءه في الطبق جامده. ومعايا هنا معلقتين صغيرين مليانين كده فلفل اسود زي ما انتوا شفتوا، و7 بهارات. بس كده، هي دي التوابل بتاعتنا مش اكتر من كده. يبقى ملح، خل، ليمون، بهارات 7 بهارات، والفلفل الاسود، ولا اكتر ولا اقل. مش هنحط حاجة تاني. هقلبها وكده تتبيلتي بقت جاهزة. هجيب البانيه بقى وابدأ ان انا اتبله. ال7 بهارات دي يا جماعة ايه فايدتها؟ بتديكي في البانيه طعم كده، تحس ان الفراخ دي مشوية، يعني ليها طعم كده اللهم بارك يعني. نزلت كده التوابل بتاعتي، وهبدأ ان انا اتبل البانيه بتاعي كويس جدا، وافضل اقلبه، وبعد كده احطه في التلاجة. انا هنا كده بفضل طول ما انا شغالة لازم ذكر الله في بقي وفي لساني دايما طول ما انا شغالة. سبحان الله، هو ده اللي بيجعل في الحاجة بركة يعني. الحاجة الوحيدة اللي تقدري تعمليها كده وانت واثقة ان مهما كان انت مش قادرة مثلا تعملي الاكلة والحاجة هتطلع حلوة، انك تبقي بذكر الله كده شغالة. سبحان الله، الحاجة بتطلع اللهم بارك احلى مما تتوقعي. وبالذات الحاجة اللي طالعة لله دي يا جماعة، سبحان الله بجد، بتبقى اطعم واحلى ما بتعمليها في بيتك كمان. هقلب كده تقليبتي التمام، وبعد كده هبدأ ان انا احط البانيه في التلاجة، وابدأ ان انا اجهز بقية الحاجة بتاعتي اللي هي السلطة والمكرونة. طبعا هجهزها مع بعض. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش طبعا اللايك المتين بتاعك، ونورتوني وشرفتوني اكيد. الحاجة بقى اللي انا الكارثة اللي انا وقعت فيها، وطبعا خلي بالكم منها كويس جدا يا جماعة، لاني انا بحذركم ما تقعوش من نفس اللي انا وقعت فيه. لاني بجد ده شيء ضايقني جدا، وحبيت ان انا احذركم منه عشان ما تقعوش في نفس الوقعة اللي انا وقعتها. ايه هي؟ ان انا جبت مكرونة. العادي ان انا دايما بجيب مكرونة عادية. انا هنا يا جماعة كنت بغسل ايديا عادي، ما بنتقوش، كنت بغسل ايدي عشان ارجع اكمل. بعمل هنا بقى حاجة السلطة، فبوريكم تقطيعة السلطة. فيا جماعة ما تصدقوش كلام اي بياع يقنعك بحاجة انتي ما تعودتيش انك تعمليها. ايه هي ده؟ ان انا كنت متعودة دايما اعمل المكرونة في بيتي اكياس، يعني اكياس بقى، سواء مطبخ سواء ملكة، سواء اي حاجة من الحاجات دي. تمام، رحت عشان اجيب بقى الاكياس، للاسف ما لقيتش الاكياس دي. فساعتها العطار اقنعني اقناع كامل تام ان السايبة اللي هو بيبيعها زي الاكياس بالظبط، مفيش فرق. طب بس اسمعني، طب بس اكيد مش نفس الجودة، اكيد بتكسر بتقطع، لان انا جربت قبل كده السايب يا جماعة مش حلوة تماما. قال لي لا لا لا، على ضمانتي اكيد، اسمعي مني، دي اكيد زيها زي الاكياس، وكمان احلى، وهتجربي بنفسك.
فاشتريت بقى على ضمانة الكلام اللي هو بيقولها بقى، خلاص انا قلت له ده حاجة لله، وهو اقنعني ان لا ما تخافيش وما تقلقيش، هتطلع معاكي حاجة كويسة جدا. اخد المكرونة يا جماعة واجي اسلقها، سلقتها تمام تمام. جيت بقى عشان اعمل المكرونة، هتشوفوا بنفسكم المكرونة طلعت لا استحالة، يعني جودة مش حلوة خالص خالص خالص. فما تأمنوش غير انك انتوا تجيبوا المكرونة اكياس، اي حد يقنعك بغير كده لا والف لا. يلا الله يسامحه. المهم دلوقتي احنا عملنا السلطة بتاعتنا، تعالوا بقى نتبلها. معايا كده كمون، معلقة كبيرة كده من الكمون، وكمان هحط شوية من الكزبرة والشطة. الشطة حاجة بسيطة يعني، انا ما بحطش كتير، بس يا دوبك بس مجرد طعم مش اكتر، يعني حاجة بسيطة جدا. ومعايا بقى كده الزيت والخل، وطبعا هحط ليمون، وكده السلطه بتاعتي جاهزه معايا. هبتدي ان انا اقلبها واحطها في التلاجة. اما كنت بشاور لكم كده بصباعي وانا بعمل البانيه ان هو ساعه او اتنين، يعني بقول لكم حاولوا تحطوا البانيه مش اقل من ساعه او ساعتين يتبل. فحبيت او قدرتي تحطيه اكتر من كده يبقى يا ريت. حطيت كده الملح بتاع السلطه بقى، وهبدا اقلبها واحطها هي كمان في التلاجة، وابدا بقى ان انا اجهز المكرونه بتاعتي والصلصه. هجهز معاكم الصلصه. المكرونه طبعا مش محتاجه، انتوا اساتذه وعارفين، اللهم بارك كلكم يعني تعرفوا تسلقوها. دي منظر السلطه معايا. هنا بقى كده معايا بصل كده مبشور، حوالي 3 بصلات برضو كبار كده جدا مبشورين، وعليهم توم وفلفل، وهبدأ ان انا اشوح. هنزل بالصلصة زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو هنزل هنا بفلفل اسود و7 بهارات والملح. حابين تحطوا ماجي حابين، مش حابين. انا عامه ما بحبش احط ماجي في صلصه اللي هي المكرونه. والملح طبعا حسب المقدار بتاعك اللي انت عاملاه. وعقبال كده ما تتسبك هبتدي ان انا اعمل البانيه بتاعي، والحركه دي بتوفر عليا كتير جدا، بعملها حتى في بيتي. ببدا ان انا اصفي البانيه من الميه واشيل كل البصل من عليه، وابدا انزل بيض عليه كده عادي منه فيه. يعني ما بطلعش البانيه واحطه في البيض، لا بحط البيض على البانيه على طول. انا معايا هنا كان 3 بيضات على 3 كيلو، حطيتهم وقلبتهم في البيض كده كويس جدا. ومعايا هنا الفيجيتار مجهزاه، بجيب فيجيتار اللي هو الكرانشي ده حلو قوي قوي، وكمان فيجيتار سايب، وبقلبهم مع الدقيق، وببدا اطلع البانيه على الخلطه بتاعه الفيجيتار اللي انا عاملاها، ومعاها سنه فلفل وسنه ملح. وبعد كده بحطهم في الفيجيتار واقلبهم واحمر، وبكده تكون الوجبه بتاعتنا جاهزه معانا بالشكل ده. طبعا مش محتاجه اوريكم البانيه بيتحمر ازاي. وكده زي ما انتم شايفين، طبعا لو ركزتوا مع المكرونه هتلاحظوا ان المكرونه مش كما يجب. هي دي بقى الكارثه اللي انا وقعت فيها، فاحذروا احذروا احذروا منها. طبعا زي ما قلت لكم ده عامل معايا 30 وجبه بالظبط، كل وجبه قطعتين بانيه اللهم بارك، وشويه المكرونه وشويه السلطه. يا رب اكون افدتكم. ولو في اي حاجه حابين تسالوا عنها اسالوني في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. نورتوني وشرفتوني واسعدتوني. وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودايما دايما يكون ذكر الله في بقكم، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يلا اسيبكم في رعاية الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع الف سلامة حبايب قلبي.